السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل. دلوقتي في ناس كتير كانوا بيطلعوا يقولوا ايه ان البني ادم عنده قدرة يغير الواقع بتاعه ويغير الظروف ويغير المستقبل. هو الحقيقة الانسان يعني من تجربتي انا الانسان ما عندوش قدرة ان هو يغير اي حاجة. في حاجات كتير تمشي فيها وتعمل فيها مجهود ما تجيبش نتائج، في حاجات بتعمل فيها مجهود وتجيب نتائج. قد ربنا يريد ان السبب بتاعك دوت يحقق منه نتيجة او ما يحققش نتيجة. تمام؟ بس ربنا ادانا الاختيار في حاجة، انك انت مثلا تخش دايرة التقوى او مثلا تخش دايرة الشكر اللي هو فيها معناها ايه. مثلا ربنا مثلا قال في القرآن ايه؟ لئن شكرتم لازيدنكم. مثلا تلاقي واحد مثلا بيتصدق او واحد مثلا بيطلع فلوس او واحد مثلا بيشوف حد محتاج وبيديله او بيساعد حد بمعلومة او بيشكر ربنا على اللي عنده او ايا كان، تلاقي ربنا بيزوده. ده كده دخل في الدايرة دي، هو كده ما غيرش، هو دخل بس في الدايرة قوانين ربنا بقى. مثلا في الدايره الثانيه مثلا التقوى، مثلا ربنا بيقول في القران ايه؟ من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تمام؟ ففي حد مثلا قرر ان هو يتقي ربنا في حياته، في عيشته، في شغله، في عيلته، في اي حاجه، تلاقي ربنا دايما ايه؟ يرزقه من حيث لا يحتسب. لو اتحط في حاجه يعني حاجه ضيقه او حاجه ملهاش مخرج او كده، تلاقي ربنا يخرجه منها زي الشعره من العجين. بس صباح الفل.